هل أخبرتكم المرحومة بان الدكتورة نعم. بأي شيء يثير القلق يدعو للريبة مؤخرا، خاصة قبل الوفاة؟ واضح ذكرتي وتحدثتي عن احنا كنا ضغوط خايفين. العمل. نعم. اسمح لي ماما، نعم. اسمح لي، بس رجاء ما احب اسمع تشويش، لانه اريد اجاوبك بشكل صحيح تفضلي. نعم. اذا ممكن. نعم. انا امها كأم، انا سرها عندي وسري عندها، لانه هي اذا ما تقدر تحكي للغريب، لانه هي كطبيبه نفسيه تعالج، نعم. فاذا هي ما تقدر تحكي مشاكلها، لان الناس تجي تطلب من عندها العلاج، والحمد لله والشكر هي ناجحه وناس تحبها وعلاجها ناجح وانسانه معروفه وبشهاده زملائها. لكن من تحتاج الى ان تشتكي تجي الوالدتها تشتكي، لان والدتها تفهم. أكيد. نعم. واحنا انا وياها مو بس ام وبنتها، احنا صديقات. فهي كانت تشكيلي من ظروف العمل. اكو امور هوايه تصير بالعمل ممكن ان تاثر على الانسان، خصوصا اذا كان حساس. وصلت الى مرحله تقول لي ماما انا ما حد يحبني. هذا مو فد شيء ياثر على النفس. قلت لها ماما انا احبك، احنا نحبك، واكو ناس تحبك نعم. وكثير ناس تحبك. زين. بعدين الحكي المتفرق اللي تسمعه وما تبين تأثير هي، لكن هي من تشكيلي هي نفسيتها تعبت من هذا الشيء. وصلت إلى مرحلة قالت ماما أنا ما أريد أبقى بالعراق، تعبت. هذا مو دليل؟ قلت طيب. لها ماما واضح. ما يخالف، نعم. وأنتي إنسانة ناجحة، وأنتي إنسانة مؤمنة، وأنتي إنسانة سيدة جيدة، جنان، والناس ترى طيب، تحبك.